يا ريتني كنت عارف شكل امتحان الايلتس قبل ما ادخل الامتحان. دي اكتر جمله هتسمعها من ناس دخلت امتحان الايلتس بس ما تعرفش الاستراكشر وشكل وطبيعه الامتحان. لان انت مهما كان مستواك في الانجليش كويس، لو انت مش عارف طريقه الاسئله بتاعه الامتحان وازاي تتعامل مع كل سكشن وسؤال فيهم، للاسف مش هتجيب سكور عالي في الايلتس. عشان كده في الفيديو ده انا هقول لك على كل الحاجات اللي لازم تبقى عارفها عن امتحان الايلتس، من شكل الامتحان، تركيبه، عدد الاسئله، الوقت بتاعه قد ايه. كل دي حاجات ان شاء الله هنعرفها مع بعض، وهتطلع في اخر الفيديو مطمن من امتحان الايلتس. اول حاجه لازم نعرفها ان الايلتس زي اي امتحان بروفيشنسي تيست، هو بيقيس مستواك في اللغه. عشان كده احنا بنقيس الاربع مهارات الاساسيه اللي هم listening, reading, writing, speaking. يبقى الامتحان متقسم لفور سيكشنز او 4 اقسام. تعالوا نبدا الاول باول سيكشن في الامتحان هتمتحنه، وهو الليسننج. الليسننج او الاستماع بيبقى متقسم ل4 اجزاء 4 parts، وعدد الاسئله كلها في امتحان الليسننج بتبقى 40 سؤال. الجزء الاولاني من الامتحان، اول ما تدخل الامتحان طبعا بتلبس الهيدفون اللي بيكون فيها برضو مايكروفون كونكتد بيها. بتبدا ان انت تسمع اوديو تراك بيشتغل، بتسمعه مره واحده بس، والمفروض وانت بتسمع بتبدا تكتب الاجابات بتاعتك، لانك مش هتسمع ريكوردنج غير مره واحده. اول جزء في الامتحان او بارت 1 بتبقى محادثه بين اتنين، محادثه بسيطه في الغالب بتبقى بتملى فورم. يعني مثلا ممكن حد بيسال على جيم، حد بيسال على اشتراك في نادي معين، فبيبداوا يملوا الفورم. يعني بتملى، تحط اسم مثلا، رقم تليفون، تحط معلومات عن الشخص اللي هو بيملى الفورم ده. اما في الجزء الثاني بارت 2 بيبقى شخص بيتكلم عن موضوع معين، في الغالب بيبقى جايد بيشرح حاجه. يعني مثلا حد بيوصف اللايبراري او المكتبه، حد بيوصف اتجاهات دايركشنز في ميوزيوم مثلا، في متحف. فبيبقى شخص واحد بيدي ديسكريبشن، وانت بقى بتكمل الديسكريبشن ده، سواء انك بتفيل ان ذا جابس، بتملى الفراغات، او سواء ان انت بتليبل مثلا، بتحط ليبلز او بتحط اسماء على دايجرام او على تشارت، رسمه. بعد كده بارت 3، ودي بتبقى ديسكشن في الغالب اكاديميك ديسكشن ما بين 2 أو 3 أو حتى 4 بيتكلموا عن حاجه تبع الجامعه، بروجكت مثلا تبع الجامعه، او بيتكلموا عن اساينمنتس مثلا او واجبات. المهم ان هي بتبقى اكاديميك. واخر جزء معانا بتبقى بارت 4، وده بيبقى اصعبهم شويه، لان انت هنا مش بيديك فرصه اصلا ان انت تقرا كل الاسئله. يعني هو بيقول لك هتحل من سؤال رقم 30 لحد 40، لكن في باقي السكشنز الاولانيه كان ممكن يقسمهم لك 5 5 مثلا ويديك وقت في النص. ولكن في الجزء الرابع اللي هي الليكتشر، انت بتحل ال10 اسئله ورا بعض، بتسمع المحاضره، بيبقى واحد بيدي محاضره، في الغالب دكتور بروفيسور مثلا في جامعه، بيقول محاضره عن توبيك معين، وبتبدا انت تملى السمري او تملى النوتس بتاعه المحاضره دي. في بقى حاجه مهمه جدا لازم تعرفها عن امتحان الليسننج او جزء الليسننج، وهي ان ساعات بيقول لك no more than 3 words او no more than 2 words or a number. يعني ما ينفعش ساعتها تجاوب لو هو طالب منك اقصى حاجه مثلا تحط 2 words كلمتين. لو حطيت 3 كلمات حتى لو الاجابه صح، الإجابة هتبقى غلط. ليه؟ لأن هو طالب منك كلمتين ماكسيمم. مش بس كده، مهم جدا نخلي بالنا من السبيلنج. يعني كلمة زي كلمة amusing مثلا لو كتبتها بالشكل ده هتبقى غلط. ليه؟ عشان السبيلنج بتاعها مش مظبوط. وطبعا الدرجة بتاعتك بتتحط من 40 سؤال، وفي الآخر بتتعمل افريج أو بتتحسب بنسبة عشان تطلع من باند سكور 9. كل جزء من الامتحان بيبقى من باند 9، باند سكور 9، وبعد كده بيتعمل الافريج بتاعهم عشان تاخد التوتال بتاعك برضو اوت اوف 9. تاني بقى سيكشن معانا هو سيكشن الريدنج او القراءه. وهنا لازم نفرق ان احنا عندنا في الايلتس نوعين من الامتحان. في عندنا اكاديميك، وده للشخص اللي هو بيقدم على جامعه بره او عايز يكمل دراسه ماستر مثلا، اي حاجه اكاديميك بيبقى بنمتحن الامتحان الاكاديمي. اما في عندنا امتحان تاني اسمه الجنرال، ده بيبقى للناس اللي هي عايز تسافر عشان شغل او هجره. فهنا سيكشن الريدنج بيختلف حسب انت اكاديميك ولا جنرال. اما في الليسننج مثلا فهو نفس الطريقه. اوكي، خلينا نتكلم الاول على الريدنج الاكاديميك. وهنا بيبقى عندك 3 بارتس او 3 قطع اكاديميه، بيبقى عندك فيهم اسئله مختلفه، زي مثلا انت تفل ان جابس بتاعت سمري مثلا او نوتس، او ان انت تماتش الهيدنجز. يعني لو هتماتش كل باراجراف بهيدنج او بعنوان معين. وطبعا الثري باسجز بيختلفوا في الصعوبه، كل باسج بتبقى اصعب من اللي قبلها. يعني اسهل واحده هي باسج 1، واصعب واحده هي باسج 3. مده الامتحان بتبقى 60 دقيقه. الجنرال بقى او الامتحان الجنرال هو نفس الفكره، برضو 3 باسجز او 3 بارتس، ولكن بدل ما في الجزء الاول بيبقى عندك reading passage، في الغالب بتبقى بروتشور او بتبقى عباره عن ميني باسجز صغيره، قطع صغيره، وبتبدا ان انت
تماتش مثلا مع هيدنجز او تماتش مع انفورميشن معين. يعني الفرق بيبقى في التوبكس. الاكاديمي بيبقى مواضيع اكاديميه، اما الجنرال بتبقى حاجه من اللايف او الحياه الطبيعيه بتاعتنا. ثالث جزء معانا هو الرايتنج سيكشن، وده برضو بيختلف هل انت داخل اكاديميك اكزام ولا داخل جنرال اكزام. في الامتحانين بيبقى عندك 2 تاسكس، ولكن تاسك 1 هي اللي بتختلف من الاكاديميك للجنرال. ففي الاكاديميك تاسك 1 بتبقى عباره عن شارت او جراف او دايجرام او تيبل، يعني رسمه من الاخر، وبتبدا ان انت توصفها او تكتب عنها 150 words 150 كلمه تلخص فيها المعلومات المهمه اللي في الجراف. اما في الجنرال تريننج فدي بتبقى ايميل، بتكتب ايميل او ليتر سواء فورمال او انفورمال. تاسك 2 بقى بتبقى هي في الاثنين، عباره عن رايتنج ان اساي، بتكتب اساي او مقاله كامله من 250 كلمه، وركز عشان دي عليها درجات اكتر من تاسك 1. يعني ركز في تاسك 2 اكتر. الامتحان كله بتاع الرايتنج او السكشن ده بيبقى عباره عن ساعه، ممكن تقسمهم 20 دقيقه او 20 minutes لتاسك 1 و40 minutes لتاسك 2 لان هي عليها درجات اكتر. وان شاء الله هديكم تريكس مهمه جدا لسكشن الرايتنج في الفيديوهات الجايه. اخر سكشن معانا هو سكشن السبيكنج، ومهم جدا نعرف حاجتين عن سكشن السبيكنج. اولا انت بتمتحنه في امتحان منفصل عن الثلاثه التانيين، يعني مش شرط حتى تمتحنه في نفس اليوم او نفس الوقت، ممكن يبقى فيه بريك ما بين السبيكنج وما بين الثلاث اجزاء التانيين اللي هم listening reading writing. السبيكنج ممكن يبقى مع اكزامينر فيس تو فيس قدامك، او ممكن كمان دلوقتي يبقى فيه فيرجن منه لايف، يعني بتخش على الكمبيوتر في التست سنتر وبتبدا تشوف قدامك الاكزامينر في الفيديو كول او في الفيديو كونفرنس. السبيكنج متقسم برضو لثلاث اجزاء اساسيه. اول جزء بيبقى personal information، الاكزامينر بيسالك اسئله شخصيه عن نفسك، زي مثلا what is your hometown، او يسالك what's your favorite music، what's your favorite book او your favorite movie. فبتبدا انت تتكلم عن معلوماتك الشخصيه، وطبعا مش هوصيك ان انت ما تقفش وتحاول تنطلق وتبين الطلاقه بتاعتك. تاني سيكشن معانا بيبقى عباره عن كارد، سبيكنج كارد، بيديك كارت كده ورقه، او لو هو في اللايف سيشن بتبقى الشاشه ظاهره لك عليها الكارد ده، بيبقى عباره عن توبيك زي مثلا tell us about a last journey او tell us about a journey that you enjoyed مثلا. فبتتكلم عن رحله، بتتكلم عن موفي، بتتكلم عن اكسبيرينس معينه في حياتك، وبيديك عليها بولت بوينتس او نقاط كده، حوالي 3 نقاط تتكلم عليهم، زي مثلا رحتها مع مين، ليه فاكرها لحد دلوقتي، زي مثلا who did you go with، why did you enjoy it مثلا. بتبقى اسئله عن التوبيك ده. فالمفروض ان انت بيبقى معاك 1 minute تحضر السبيكنج بتاعك او تحضر المحادثه بتاعتك، وبعد كده بتتكلم لمده 2 minutes. والنصيحه الاهم ما توقفش لحد ما الاكزامينر يوقفك. ثالث واخر سيكشن معانا هو بارت 3. في بارت 3 بيبقى فيه فولو اب كويستشنز، اسئله جنرال على نفس التوبيك اللي انت اتسالته في بارت 2. يعني لو بارت 2 سالك مثلا عن موفي او يور فيفورت موفي، فممكن يكمل معاك جنرال كويستشن زي مثلا what type of movies do people watch in your country، ايه نوع الافلام اللي الناس مثلا في دولتك بتتكلم عليها او بتتفرج عليها. اي اسئله جنرال على نفس التوبيك بتاع بارت 2. نفس الكلام السبيكنج سيكشن بيتقيم من باند سكور 9، وبيتم تقييمك على حاجات مختلفه زي الفلوينسي، الطلاقه بتاعتك، اللكسيكال ريسورسز او الكلمات اللي عندك، بيتم تقييمك كمان على الجراماتيكال رينج او الجرامر والتوسع في الجرامر بتاعك واشكال السنتنسز اللي انت بتعملها. وطبعا التاسك اتشيفمنت، هل انت جاوبت على السؤال ده نفسه ولا لا. بكده نكون عرفنا اجزاء امتحان الايلتس كلها من اول الليسننج لحد السبيكنج. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هتكلم معاكم على كل سيكشن ازاي تتعامل معاه، وايه اهم التبس والبراكتس اللي ممكن تعمله قبل الامتحان. لو انت مش عامل سبسكرايب او فولو للصفحه بتاعتنا، ما تنساش تعمل فولو عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. بالتوفيق.